السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشرح الجزء العملي من الكورس. طبعا في الفيديو ده هنتعرف على الادوات الاساسيه في فيجما او التول بار بمعنى اخص. زي ما انتم شايفين قدامكم ده ديزاين عملته وانا بشرح لكم الادوات او التول بار. احنا عملنا في الديزاين ده. طبعا هو على هيئة كارد. اول حاجة الصورة، وبعد كده التكست. اذا كان بقى العنوان او اسمي او وصف، والبطن. وفي الفيديو ده هنتكلم عن التول بار او شريط الادوات. وعندك اول حاجة في التول بار هنا الماوس. تاني حاجة عندك الفريم. انت هنا بتختار الفريم اللي انت هتشتغل عليه، ايا كان للفون او التابلت او الديسكتوب او برزنتيشن، ايا كان ايه هو باي مقاس او اي حجم انت بتختاره. بس هو طبعا هنا بيكون مجهز لك المقاسات. هنا بيقولك للاندرويد وايفون 16، ايا كان برو ماكس بلس. فانت بتحدد الفريم اللي انت تشتغل عليه، تمام، وبتبدأ تشتغل. احنا مثلا هنختار هنا الايفون 16 برو. فزي ما انت شايف هو بمقاس معين، الويدث ب 402. نفس الكلام الهايت. وايا كان طبعا، انت لو جيت هنا كده وجيت بس سحبت بالماوس كده، ايا كان الشكل اللي انت عايزه، تمام، هو هيتضاف معاك عادي جدا. مش شرط بس يكون من هنا، تمام. تاني حاجة هنا عندك الأشكال اللي موجودة في التول بار أو في فيجما عموما. هنا عندك أول حاجة الريكتانجل والراين، واللاين، معلش، تمام. أن كان الأشكال اللي موجودة كلها طبعا كلها لها استخدامات. هاجي هنا طبعا لو حددت هنا الريكتانجل، هي الديفولت هنا الريكتانجل، تمام. لو جيت هنا برضو نفس الفريم، جيت هنا كده وضغطت بس كليك شمال، هتلاقيها اتضافت معانا على طول. طبعا التاني احنا سحبناه كده، بس لا، احنا ضفناه هنا على طول بكليك شمال، تمام. وطبعا بنسحب من هنا كده ونعمل بأي مقاس او اي شكل احنا عايزينه، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. عندك هنا رابع حاجة البين تول. البين تول هنا لو كنت جاي من فيجما او حاجة، فانت عارف طبعا انها بترسم. تمام. ازاي بقى؟ تيجي كده بتسحب بقى، تيجي مثلا تحدد من اول هنا، تيجي كده من غير ما اضغط على اي حاجه لحد دلوقتي. جيت عشان احدد المكان ده مثلا، ضغطت كليك شمال وسحبت ايا كان بقى للمكان او الشكل بقى اللي انا عايز احدده. طبعا انت لما تكون متقدم اكتر في اليو اي وكده، هتكون عارف ازاي تستخدم البين تول صح، تمام، في الديزاين بتاعك. مثلا انا عملت الشكل ده، تمام، ولونته مثلا ايا كان اللون ايه. بس هو الشكل اتعمل قدامي نفس الشكل اللي انا عملته بالبين تول، خلاص ظهر قدامي، تمام. عندك تاني حاجة، خامس حاجة، واللي هي التكست. ودي يعتبر من اهم الادوات. نفس الكلام، عشان اقدر ان انا اضيف تكست وكده، فهاجي عند اي مكان انا حابب اكتب في التكست هنا مثلا، وليكن كليك شمال، تمام، هيبدأ يظهر عندي الشرطة اللي بتختفي وتروح، اللي بتختفي وتيجي، تمام. ده معناها ان بيقولك متاح ليك انك تكتب في المكان ده. فانا هكتب مثلا وليكن باطن مثلا، تمام. زي ما انت شايف بالشكل ده. طبعا في تفاصيل اكتر ازاي نتحكم في التكست ده والمقاس بتاعه والسمك بتاع البطن، بتاع التكست وكده. عندك هنا سادس حاجة، واللي هي الكومنت. انا مثلا اي انت شغال مع تيم وكده، او ايا كان بتتعامل مع العميل او اي حد معاك في نفس الفايل، فهو يقدر يجي هنا كده مثلا عند البطن ويكتب كومنت، ويقول فيه مثلا ان هو لا، بدل التكست ده مثلا edit text to login مثلا، تمام. نيجي هنا نبعته، خلاص ظهر زي ما انت شايف، تمام. ظهر بالشكل ده وبان هنا كده. هنيجي دلوقتي اول حاجة طبعا احنا عايزين نعملها، نستخدم الادوات دي كلها، وازاي اصلا نقدر ان احنا نجمعهم او نربطهم ببعض. على سبيل المثال، حاجة بسيطة جدا. نيجي هنا كده نعمل كارد، هيكون فيه صورة وعنوان ووصف ولينك، بطن مثلا، تمام. هنيجي كده، اول حاجة هنختار الفريم. نيجي كده من الفريم، تمام، كليك شمال،
هو جالنا بالشكل ده لان اخر حاجة احنا عملناها بالفريم كان الشكل ده. فاحنا نقدر عادي جدا نتحكم في المقاس، في مقاس الفريم. فهنيجي عند الويتس من هنا مثلا هنخليه 250. تمام. نيجي هنا عند الطول بتاع الفريم ايا كان اذا كان فريم او ريكتانجل ايا كان هو ايه، طبعا كل حاجة لها سايز. تمام. هنيجي هنا نكتب مثلا 370 مثلا. تمام. جينا هنا خلاص عملنا الفريم اللي احنا هنشتغل عليه ونعمل الكارد عليه. تمام. نيجي هنا اول حاجة طبعا احنا قلنا احنا محتاجين صورة، فنيجي هنا عند الريكتانجل الاشكال زي ما انتم شايفين. تمام. نيجي هنا نضيفها طبعا كليك شمال. نيجي نحدد المكان اللي احنا هنضيف فيه الصورة هنا مثلا. تمام. فاحنا دلوقتي عايزين نكبر الصورة بحجم معين، الريكتانجل دلوقتي. تمام. نيجي مثلا كده نسحب كده اهو. طبعا هو انت لما تيجي تشتغل مش هيبقى بالشكل العشوائي ده خالص. في حاجة لسه هتعرفوها اسمها اللاي اوت وكده وحاجات تانية، بحيث انها تحسن ادائكم في الشغل احسن من كده بكتير جدا. تمام. انا بس بعرفكم الادوات وازاي هنربطها ببعض. تمام. هنيجي دلوقتي خلاص انا حددت الشكل ده كده. تمام. مبدئيا كده عندك دلوقتي انا لما بقف على اي عنصر موجود بيتحدد باللون الازرق. تمام. طب لما اجي اضغط كليك شمال عليه بيجي لي فريم كده حوالين العنصر ده باللون الازرق. تمام. وعندي حاجه اسمها الراديوس. الراديوس دي ايه بقى؟ انا جيت هنا مثلا ومبدئيا كده فيجما بتتعامل معاه بالبيكسلز. تمام. كل يعني الفايل ده دلوقتي كله بيكسلز. تمام. تيجي هنا كل ما تقرب هتقرب هتلاقي البيكسل دي ايه؟ هي بتبقى عبارة عن وحدة. تمام. الوحدة دي بتكون متكونة من لون معين. تمام. فبالتالي لما كل وحدة تتكون من لون ويتجمعوا مع بعض بيطلع لي شكل معين. تمام. زي ما انتم شايفين كده المربع ده والمربع ده وده 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 اتجمعوا في الاخر بالنسبه لي ان هو بقى الريكتانجل الكبيره دي. تمام. فانت هتلاقي الفريم واخد لون ابيض، فبالتالي بعد ما طلعنا من الريكتانجل لقينا ان هو واخد ايه الوحده بتاعته واخده الابيض. ايا كان كل ده هتفهموه اكتر وانتوا شغالين. تمام. نيجي هنا احنا عايزين دلوقتي ده الحواف بتاعته شارب. تمام. احنا عايزين نخليها لا يبقى فيها حواف احنا عايزين يبقى في حواف للريكتانجل دي. تمام. هنيجي كده شايفين الدايرة الحمراء دي؟ هنيجي كده كليك شمال نفضل ضاغطين ونسحب لجوه الريكتانجل او جوه العنصر. تمام. زي ما انتم شايفين بقت بالشكل ده كده مثلا. فاحنا لا احنا عايزين نيجي كده احنا عايزين نخليها لا نخليها مثلا 8 مثلا. تمام. بقت 8. بقت اعتقد انها كده شكلها احسن. وطبعا الراديوس او شكل الحواف للبطن او الصورة او اي حاجة انت هتستخدمها طبعا بيختلف حسب الويب سايت او الابليكيشن اللي انت بتستخدمه. ممكن تستخدم طبعا الشكل كله يبقى شارب عادي جدا. احنا دلوقتي خلاص ضفنا الصورة، بس هي فين الصورة اصلا؟ ده كله يعني هو ده دلوقتي مربع او مستطيل. تمام. عبارة عن لون. احنا طبعا ازاي هنضيف الصورة؟ نيجي كده كليك شمال على العنصر ده او المستطيل ده. نيجي هنا عند الجزء ده. ده هنا طبعا ده لون المربع. تمام. المستطيل. تمام. نيجي هنا كده طبعا عايزين نغير اللون هيكون بشكل ده كده. تمام. ايا كان ايه هو، بس احنا دلوقتي عايزين جزء نخلي المستطيل ده يبقى عبارة عن صورة. هنيجي كده هنا نعمل ابلود فروم كمبيوتر. بعد كده نيجي عند الداونلودز ايا كان بقى شوف مكان الصورة عندك فين. انا هضيف الصورة دي مثلا بقت بالشكل ده. تمام. نيجي هنا نشيلها. تمام. كده احنا ضفنا الصورة، وطبعا في كذا طريقة غير الطريقة اللي انا شرحت بيها دي. تمام. احنا ممكن ايه نقرب دي شوية بحيث انها تبقى قريبة من دي ودي. عندنا دلوقتي طبعا احنا ممكن نكبر دي شوية ممكن. وتاني حاجة عندنا في الكارد التكست. عندنا بقى العنوان والوصف. تمام.
ممكن مثلا نخلي العنوان طبعا عشان نجيب التكست وكده، في اختصار جميل جدا او عموما في اختصارات جميلة جدا في فيجما. تمام. تقدر بالاختصارات دي توفر على نفسك مجهود ووقت. تمام. عندك دلوقتي بدل ما نروح على التكست ونختار والكلام ده، لا احنا ممكن جدا. تمام اهو نختار حرف التي على طول من الكيبورد وخلاص، هي بقت معانا. نيجي هنا كده في المكان اللي احنا عايزينه، كليك شمال، اكتب مثلا اسمي كتايتل. تمام. دلوقتي جميل جدا، انا كتبت العنوان، بس انا حاسس ان السمك مش احسن حاجة، او عايز اخليه اضخم من كده واكبر من كده. ازاي بقى نتحكم في التكست؟ هنيجي كده عند حاجة اسمها تايبوجرافي. تمام. عندنا اول حاجة هنا نوع الخط المستخدم هنا. طبعا لو ضغطنا هنا كده هنلاقي مئات الخطوط. تمام. هنا مئات الخطوط. طبعا انا هسيب الخط الديفولت ده. هاجي هنا عندي تاني حاجة، واللي هي السمك بتاع الخط. انا طبعا انا محتاجه بولد او يكون اضخم من كده شوية. فانا هاجي كده هنا هلاقي عندي كذا حاجة أو كذا اختيار. تمام. كل ما تطلع لفوق كل ما السمك يكون ارفع. تمام. انا طبعا انا عايز السمك اتخن شوية، انا هختار البولد مثلا. عندي تاني حاجة، وان انا اخلي العنوان اكبر من كده شوية. هو مقاسه هنا طبعا 12. انا اقدر عادي جدا اختار السهم ده، وعندي ايا كان في كذا مقاس موجود هنا. تمام. اختار مثلا 24. وطبعا اقدر ان انا اتحكم في المقاس، اكتب الرقم هنا كده. تمام. اكتب مثلا وليكن لو 64 ايا كان الرقم، فانت تقدر تحدده من هنا عادي جدا. تمام. انا هخليه 22 ونخليه في النص. تمام. عندنا تالت حاجة هنضيفها في الكارد دي الوصف. وصف الكارد اذا كان بقى تحت العنوان او كده. تمام. هنيجي كده نفس الكلام، انا حددت من الكيبورد حرف التي على طول جاب لي اختصار التكست. تمام. جيت هنا في المكان برضو اللي انا عايز اضيف الوصف هنا كده. تمام. ايا كان ايه الوصف، فهو جالي بالحجم الكبير ده او بنفس حجم العنوان اللي فوق. لا طبعا انا عايز يبقى اصغر من كده. زي ما عرفنا نيجي هنا كده نخليه مثلا 14 او نخليها 12. والبولد هنا نخليها لا ريجولار. ممكن نخليها 8 مثلا. نيجي هنا نسحب نخليه في ايا كان ما علينا. طب دلوقتي احنا عايزين نخلي التكست ده في حدود معينة. انا دلوقتي قلت لكم في اول الفيديو ان احنا نقدر طبعا او اي لاير او اي عنصر موجود هنا بيظهر له فريم كده، نقدر نسحب ونصغر ونكبر منه. نفس الكلام التكست جاي هنا لما حددته يظهر له فريم. فانا اقدر ان انا اصغره من هنا كده، اشد كده 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 بقى معايا بالشكل ده. تمام. طبعا نفس الكلام من هنا اجي كده، نفس الكلام بقى معايا بالشكل ده. ممكن بأي حدود انت عايزها، بس انا طبعا خليتها بالماس ده. تمام. عندك دلوقتي رابع حاجة في التايبوجرافي، واللي هي عدد مقاسات المقاسات الأسطر في التكست ده. هنا دلوقتي ادي 1 2 3 4 5. تمام. انا هنا دلوقتي المقاس 10، ممكن اخليه 20 بقى بالشكل ده. طب 12 بقى بالشكل ده. تمام. احنا نرجعه تاني 10، ده المناسب بالنسبة لي، او ايا كان الرقم 11 مثلا. ده بنفس الكلام، بس ده بيكون المقاسات بين الاحرف نفسها. تمام. زي ما انتوا شايفين بقى بالشكل ده مثلا. تمام. طب دلوقتي التكست ده المحاذاة بتاعته جاية على اليمين. لا هو دلوقتي انا عايزها انا عايزها في النص. تمام. ازاي؟ او انا اقصد ايه؟ شوفوا الشكل ده كده، ده كده بقى في النص. او مثلا لو كان بالعربي فبالتالي هيبدأ من الشمال. تمام. فانا لا، المحاذاة كلها بالنسبة لي في الكارد دي في النص. فانا هاجي كده بختار محاذاة التكست، اذا كان على الشمال، اذا كان في النص او على اليمين. تمام. فانا حددتها في النص. اجي اطلع هنا شوية،
اختار المكان التكست وكده. تمام. عندي رابع حاجة واللي هي البطن. ازاي هعمل البطن؟ البطن ده عبارة عن زر. الزر ده طبعا لو ضغطت عليه بيوديني لمكان معين او بيعمل اكشن معين. انا في البطن ده عايزه يخليني يروح على بيهانس مثلا، البيهانس بتاعه كده. تمام. انا هاجي كده هكتب تكست برضو، او قبل التكست البطن احنا هنخليه بخلفية بلون معين، بأبعاد معينة. الكلام ده كله هنيجي هنا كده عند الريكتانجل، كليك شمال، ثانية واحدة، كليك شمال هنا. تمام. ونيجي كده بقى بالشكل ده. هل ده بطن؟ لا طبعا. احنا طبعا قلنا نقدر نتحكم في ابعاد ومقاس المربع ده. تمام. احنا هنخليه بالحجم ده مثلا كده. تمام. هنيجي كده نخلي طبعا عشان تكونوا عارفين برضو كل الكلام ده انا بس بشرح لكم، بعده لكم تاني. انا بشرح لكم ازاي تقدروا تتعاملوا مع الادوات اللي في فيجما، وازاي هنجمعهم مع بعض. ليه بقول كده؟ لان بعد كده كل الكلام ده هيتعمل بحاجه اسمها اللاي اوت، اوتو لاي اوت. الاوتو لاي اوت احترافيه عن كده بكتير جدا واحسن بكتير جدا. تمام. هاجي هنا كده. طبعا الحواف دي لا مش عاجباني خالص، انا ممكن اخليها 8. تمام. اجي هنا انا عايز اوضح دلوقتي ان يبقى في تكست عشان افهم البطن ده ايه. تمام. هاجي هنا على حرف التي، اختار المكان مثلا ماي بيهانس. تمام. تمام. هاجي كده احذيه في نص البطن هنا. طبعا التكست صغير جدا عليه، فهنحدد التكست ونخليه هنا مثلا 12 وليكن بقى بالشكل ده. طبعا لا الزر ده اللون بتاعه مش عاجبني خالص. طبعا زي ما قلنا بنيجي هنا نتحكم في اللون. تمام. اجي مثلا لو خدتوا بالكم هنا. تمام. القلم ده لو اخترتوه بتيجوا هنا كده في اي مكان في الفايل، اي لون بتقف عليه بمجرد ما تقف عليه وتضغط عليه كده العنصر اللي انت محدده بيتغير لونه للون اللي انت وقفت عنده واخترته. تمام. فانا لا، انا مش عايز اللون ده. مثلا ممكن ناخد لون من الصورة، من البحر. تمام. نيجي ناخد اللون مثلا ده. تمام. هو مش احسن حاجة. تمام. فانا شايف برضو ان سمك التكست بتاع البطن مش انسب حاجة، فانا ممكن اخليه سيمبل زي ما انت شايف في النص. وبرضو لون البطن يعني ممكن نخليها ابيض. طبعا نقدر نتحكم في كل حاجة. تمام. نيجي بقى زي ما انتوا شايفين في مساحة صغيرة جدا بالنسبة للصورة والفريم من فوق، ونفس الكلام هنا في مساحة كبيرة جدا ما بين البطن والفريم من تحت. فلا احنا عايزين نخلي الوضع نخلي نفس المقاس. تمام. فهنيجي هنا نحدد الفريم. طبعا كل ده جوه الفريم بداخل الفريم. انا قلت الفريم ده هو الاساس اللي هيتبني عليه الديزاين. تمام. فاحنا بس عملنا فريم لمجرد ان احنا نخليها ككارد مش اكتر. تمام. نيجي هنا كده نسحب. تمام. نخليه كده هو تلقائيا وقفنا عند الرقم نفس اللي فوق. تمام. عند كده اهو ده الكارد. ممكن كمان نخلي حواف الفريم نفسها نقدر نتحكم فيه طبعا، ونفس الكلام نتحكم في الوان الفريم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. تمام. نيجي بقى كده في الحواف نتحكم فيها زي ما قلت. الحواف بالنسبه للحواف بقى وكده، اذا ما ظهرتش عندك بالشكل ده زي ده زي الريكتانجل او الصوره، في حاجه هنا اسمها appearance. تمام. الابيرنس احنا عايزين بس هنا هشرحها لكم بعدين طبعا، بس احنا عايزين هنا جزء الحواف احنا ممكن نخليها 12 بما ان الصورة 8. تمام. بالشكل ده. فتمام جدا ده القرد بالشكل ده، ومبروك على اول ديزاين ليك على فيجما.